النهارده هنقيم طرق المذاكرة ايه افضل واسوأ طرق فيهم. الورقة والقلم، طريقة الشعب المصري كله. الطريقة دي تاخد 1 من 10. اسوأ طريقة ممكن تذاكر بيها، مضيعة للوقت، مش بتفرق بين المعلومات كأهمية. التلخيص، سواء تجمع فقرة في جملة واحدة زي تحشيشة او انك تعمل خريطة ذهنية، والطريقة دي تاخد 10 من 10. كل ما كنت بعتمد عليها في الكلية كنت بجيب اعلى درجات. الاكتف ريكول او الاسترجاع النشط، يعني مثلا بعد ما تخلص مذاكرة صفحة تقوم قافلها وتسأل نفسك سؤال عن الصفحة دي. 7 من 10 هتخليك تختبر كل جزء انت فاهمه ولا لا، بس هتأثر على المراجعة بعدين. الهايلايتنج او التظليل، تمسك قلم وتقعد تظلل على كل الكلام اللي في الكتاب. 2 من 10 بتديك ايحاء انك ذاكرت وما بتفرقش بين المعلومات كأهمية. السبيس ريبيتيشن او التكرار المتباعد، يعني تذاكر الحاجة في اليوم الاول، اليوم الثالث، اليوم السابع. 8 من 10 اكتر طريقة تحفظ بيها، بس مش دايما عندنا وقت نذاكر ده كله، انك تشرح لزمايلك او تتخيل حد وانت بتذاكر تشرح له. 10 من 10 هتخليك تحلل كل الافكار اللي موجودة وعمرك ما هتنسى طريقة الشرح. قول لي ايه افضل طريقة بالنسبة لك في الكومنتات، ولو عاوز طرق مذاكرة علمية تعتمد عليها اكتب في الكومنتات مذاكرة، وابعت لي رسالة على الخاص.